السلام عليكم، مساء الخير، نهار جديد، فيديو جديد. نتمنى راكم بخير وعلى خير ويلقاكم الفيديو في احسن الاحوال وصحه جيده يا ربي. اليوم غادي نشارك معكم واحد الغديوه كتجي سهله مهله خفيفه، وخصوصا السلطه اللي غادي ترافقها. نسميوها سلطه بارده وسخونه في نفس الوقت، كتجي غزاله. تبعوا معايا المراحل. شي حاجه روعه، فرجه ممتعه، ويلا معايا ان شاء الله على المطبخ على بركه الله. كناخدو الفلفله الحمراء كيف ما كتلاحظوا، كندهنوها بزيت الزيتون. مطيشه كذلك كنزولوا ليها ديك الزريعه وداك الماء. البصله، بودنجال دنجال بودنجال دنجال كندهنوهم جيدا بزيت الزيتون. والثومه حتى هي كنقسموها هكا على جوج، كندهنوها بالزيت، وغادي نديروها في هاد ورق الزبده. غادي نلويها هكا باش نزمتها جيدا، والفران تيكون سخون. بعد ما تشوات لينا ديك الفلفله كنخرجوها، كنزولوا ليها القشره ديالها بكل سهوله، وكنزولوا ديك الزريعه. البصله ديالنا حتى هي تشوات، ضروري تشواو جيدا ماشي يتحرقوا، المهم يتشواو. وديك الكريمه ديال الثومه حتى هي هكا، شوفوا الثومه غير كتبركي عليها كتطلع. الدنجال دابا غادي نزولو حتى هو القشره، وغادي نتبلهم. غادي تشوفوا كتجي واحد التتبيله روعه. هنا ضروري تصفيو هاد الخضر من الماء ديالهم. غادي نخليهم على جنب، وغادي ندير الدجاج اللي غادي يرافق لينا هاد السلطه هادي. قطعت الصدور ديال الدجاج. هانتوما خذوا اللحم ولا الكفته اللي بغيتو. درت معاه القزبر، درت معاه بابريكا، الكركم، سكينجبير. هنايا درت واحد البصله صغيره، طحنتها وزولت ليها الماء مع شويه ديال الملحه، شويه ديال الابزار، القزبر يابس، والكلوه، الشحمه ديال الكلوه. هاد الخضر هنايا بعد ما صفيتها كتعطينا هاد الماء اللي منكه بديك الفلفله مشويه. كناخذوا منه واحد 2 معالق، كنديروه مع هاد الدجاج كيعطيه واحد النسمه غزاله. والدنجال حتى هو غادي ان شاء الله نخليه يزيد يقطر من الماء، وغادي تشوفوا تتمه المراحل. هنايا كما قلت لكم الدجاج درت معاه الشحمه ديال الكلوه، درت معاه البصله، درت معاه القزبر يابس، القزبر خضر، شويه ديال الثومه، شويه ديال عصير الحامض، زيت الزيتون، الملحه، الفلفل الاسود. وهنايا التتبيله اللي غادي نتبلو بها هاد السلطه هذه. عندي مطيشه مركز طماطم، شويه ديال الثومه، عندي الكركاع، عندي البابريكا، العصير ديال الحامض، والبقدونس. وهنا عندي الخبز اليابس محكوك. دابا كناخذوا ديك الثومه وديك البصله وديك مطيشه وديك الفلفله، كنزيدوا عليهم داك الخبز المطحون. غادي نزيد عليهم هاد الكركاع وهاد البقدونس والبابريكا والملحه وشويه ديال الابزار وعصير الحامض، وغادي نزيد عليهم واحد نص كاس ديال زيت الزيتون، وغادي نطحن كلشي في الخلاط، الميكسور. هنايا نفس الشيء بالنسبه ديال الدنجال، غادي ندير ليه الثومه، الكمون، القزبر والكركاع وزيت الكركاع او غير زيت الزيتون. وانتوما ديروا الزيت اللي كتعجبكم، انا درت شويه الزيت ديال الكركاع. وهنايا بعد ما طحنت داك الدنجال غادي نشحرو شويه، هنا غير واحد 5 دقائق في المقلاة. كيزيد يتعسل ويتقرمل، كيجي غزال. هاد السلطه اما بارده اما سخونه. نفس الشيء بديك الفلفله ومطيشه حتى هما غادي نشحرهم واحد 5 دقائق، وغادي نتلاقاو ان شاء الله. القطيبات ديالنا ها هما غادي يمشيو للفران حتى كيتحمروا او على الفاخر. وهذا هو الشكل النهائي، كيجيو غزالين صدقوني. داك الدجاج كيجي منسم بداك الماء ديال الفلفله مشويه. كنقدموه هكا بصحتكم وراحتكم مع شويه ديال الروز. كيف ما كتلاحظوا الروز كيكون طايب هكا، كيكون حبه على اختو. والسلطه ديالنا هي هذه، كتجي روعه صدقوني. داك المزيج ديال الكركاع وديال الحامض وداك الخضر المشويه، كتجي واحد السلطه اما كناكلوها بارده او سخونه. كنزوقوها بشويه ديال الكمون وشويه ديال زيت الزيتون، وانتم لكم الاختيار. او كتكال غير مقبله هكاك بصحتكم وراحتكم. نتمنى كنت خفيفه ظريفه على قلوبكم، وما تنسوناش بتعليقاتكم فضلا وليس امرا. وتلاقي